شوف اخوتي، انا دوزت 50 عام، تعلمت بزاف د الحوايج في الحياة، ولكن واحد الحاجة بقات ديما واقفة قدامي. بنادم كيبقى يجري وما عارفش علاش كيجري. كنشوف الشباب دابا نهارهم كامل سباق، خدمة، مشاكل، قهرة، تفكير، مقارنة مع الناس، ولكن قليل اللي كيوقف شوية ويسول راسو فين غادي وشنو باغي بصح. نهار واحد خرجت في الصباح تنتمشى في الغابة باش نتهنى شوية، ووقفت والله شاهد 5 دقايق غير كنسمع الريح، وديك الهدوء علمني بزاف د الحوايج. اللي ما يسمعش راسو او اللي ما كيسمعش راسو مستحيل يسمع الطريق اللي خصو يمشي فيها. واخا نكونوا كبار كنبقاو نتعلموا. بقى في بالي واحد السيد كبير في العمر، كان كيجلس في القهوة كل صباح هاني، ما كيبان عليه لا ضغط لا والو. سولته واحد النهار: عمي كيفاش كتبان مرتاح هكا؟ شاف فيا وضحك وقال لي: ولدي، فاش كنت في عمرك كنت كنخاف نضيع الوقت، واليوم فاش وليت فات السن عرفت بان الوقت اللي كان خصني نخاف نضيعه هو الوقت اللي ما عطيتوش لراسي. عاد فهمت، ماشي المشكل نكونوا خدامين ولا نكونوا طامعين ننجحوا، المشكل هو اننا ما كنعطيوش لنفسنا حتى دقيقه باش نفهموا واش الطريقه هذه اللي غاديين فيها واش بصح ديالنا. النهار اللي بديت كنحترم وقتي تبدلات حياتي، بديت كنقول لا للحوايج اللي ما غاديش تنفعني، بديت كنختار الناس اللي يبقاو في دائرتي ماشي اي واحد، وبديت كنستثمر وقتي في تعلم حاجه جديده. وكنت كنقول على راسي: حيت عندك 50 عام ماشي فات الفوت، معناها بديتي تفهم الحياه مزيان. الراحه ماشي كسل، والهدوء ماشي ضعف، واعاده ترتيب حياتك ماشي فشل، بالعكس هذه هي الرجوله بصح. وغادي نختم بهذا الكلام: الحياه ما كتعطي حتى لواحد فرصه عند كيكذب عليك الكذاب، ولكن كتفتح الباب اللي يقلب عليها اللي كيقلب عليها. وانت ما عمرك صغير ولا كبير باش تبدا من جديد. خصك توقف دقيقه وتسمع لقلبك وتسمع لعقلك وتسمع للحياه شنو كتقول لك. واخا دوزت 50 عام مازال كنقول كل نهار عندي فرصه نكون احسن من البارح. وحتى نتوما بداو غير بخطوه وحده وغادي تشوفوا الفرق. هادشي اللي كاين، وتحياتي.